اسمه اياد توفى أو قتل على يد زوجته باسم مالفار. متوفي بمادة فوسفيد القارصين اللي هي معروفة الزرنيخ. بلغكم أخوكم أنه أكو علاقة شاك بشيء؟ بلغني بس إلي يعني بصفة شخصية. قبل إيش قد؟ قبل وفاته بفترة. شك بيه قالت اياد انجلط. اي يا ليش انجلط؟ قالت بيه سكر. هذا تقرير لا سكر عنده ولا ضغط. تقرير طب العدلي يقول ما بيش ابد، لا سكر ولا ضغط ولا اي امراض مزمنه. حياكم الله اخوان بمهمة جديدة. مهمتنا اليوم مع شاب اسمه اياد توفى او قتل على يد زوجته باسم مالفار وفقا لتقرير الطب العدلي. عائلة اياد شقيقة ووالدته اليوم حضروا لبرنامج المهمة لمناشدة مجلس القضاء لإعادة التحقيق بهذه القضية، لأن زوجة المغدور حاليا طلعت إفراج لعدم كفاية الأدلة رغم اعترافها ابتدائيا بارتكاب الجريمة بمشاركة شخص وفقا لحديث عائلته أنه هو عشيقها. كل التفاصيل اللي سمعتوها واللي راح تسمعوها يتحمل مسؤوليتها قانونيا عائلة المتوفي. حياك الله دكتور. الله يسلمك استاذ حيدر. انت اللي تحمل المسؤوليه. اي واني اكفل حق الرد للجميع. انقتل بسم مالفار؟ نعم. شلون؟ استاذ حيدر، اتصلت زوجته على والدتي قالت لها خاله لحقي اياد انجلط. زين. فانتقلنا لبيته، نقلناه من البيت وديناه الطوارئ اليرموك. زين. بالطوارئ هناك توفى. زين. وهو اساسا يعني كان متوفى بالبيت، يعني نازع النفس الاخير. زين. بعد ورا فتره العفو بالطوارئ ودوه، قالوا لازم يروح للطب العدلي. راح للطب العدلي، احنا اقمنا مجلس الفاتحه على روحه. ورا شهرين جاء تقرير الطب العدلي متوفي بماده فوسفيد القارصين. زين. اللي هي معروفه سم الفار يعني الزرنيخ. زين. فبدت قاضي تحقيق البياع فتح تحقيق بالموضوع انه اكو جريمه قتل. اي جريمه قتل. اي قال انا عندي قاتل، عندي مقتول وعندي ماده سميه وابحث عن القاتل. فحقق ويانا انا ووالدتي واخوتي وصدر مذكره القاء قبض على زوجته، واودعت مركز شرطه حي العامل. بدا التحقيق وياها، فرغوا موبايلها ووجدوا علاقه يعني غير شرعيه مع شخص تدعي انه اقربائها. زين. وعلاقه يعني معمقه. فهذا الشخص ايضا استدعوه، سووا عليه القاء قبض. زين. واودع مركز مكافحه حي العامل. البنيه بالبدايه وحتى الولد اعترفوا ابتدائيا، بس اقوالهم تغيرت. ليش؟ هو هنا ما نعرف احنا شنو الظروف والملابسات اللي غيروا اقوالهم. يعني هم يعترفون بالابتدائيا. عندهم واسطه، عندهم كذا. اي عندهم اخوها عقيد بالشرطه. ايه؟ ومتنفذ يعني عنده علاقات. اجى المركز الشرطه اللي هي موقوفه به؟ اي موقوفه به. ايه؟ وعندنا تصوير من كاميرا من داخل مركز الشرطه اللي هو انه موجود. اي موجود. يدخل بالغرف، يدخل برتبته العسكريه. وقتها موجوده هنا بالتحقيق. اي نعم بالتحقيق. زين. وهو اللي ضابط اللي تولى التحقيق ملازمه واللي هو هذا عقيد، فاكيد يصير تاثيرات. زين. انتم بلغكم اخوكم انه اكو علاقه شاك بشيء كذا؟ اي هو بلغني بس الي يعني بصفه شخصيه. قبل ايش قد؟ قبل وفاته بفتره 10 ايام 15. قال لك انه ياباني شاك انه اي قال انا شاك. اي زين. العلاقه هيش تخلي واحد يقتل؟ اطلب الطلاق وانهي الموضوع. مو هو ايش قال انا اريد اتاكد بطريقتي. فهو الظاهر يعني شاف شيء او اكتشف شيء، وهسه بالتالي طلعت افراج. مو افراج لعدم كفايه الادله، لانه اكو نواقص بالتحقيق. يعني محكمه تحقيق البياع يعني استعجلت وارسلت الدعوه للجنايات. مثلا موبايلات المرحوم اياد لا زالت موجوده بالادله الجنائيه، والادله الجنائيه ينتظرون تفريغها. هذا واحد. اكيد موبايلاته بيها شغلات يعني تفيد التحقيق. المساله الاخرى اكو ارقام وردت ما حققوا وياهم.
يعني اكو اكثر من علاقه تعتقدون؟ احنا نعتقد انه هي اكثر، لانه الكلام الموجود بهاي الارقام يعني ما يختلف عن هذا الرقم، نفس الشيء. تمام. خلي انتقل لوالدته امي. تفضل. حياك الله والبقيه بحياتك. حياتك الباقية بعد عمري. العلاقه تخلي ابنك ضحيه باسم الفار، معقوله؟ اي لان هو يمكن الظاهر قال لها وراح بالليل الخواله قال لها راح افضحك على اساس جوارين قالوا. اي فهو هي سمعت من قال راح باشا اروح لعمي، هي قالت لك خلنا نتريق بيه قبل ما اتغدى بيه. طلعت جا من الصبح، كانت حتى مدرستها هي ما مداومه. هي معلمه؟ معلمه. زين. كانت مدرستها هاي ما انتخابيه مش شنو. فرجعت له حطت لها اياه الظهر بالغداء زين ونهت عليه. هاي هي، لان هو يجوز شك بيه شك هو راد يروح لعمه يسولف له، والظاهر هن حطاته ماكو حد بالبيت، امها وخالتها والجهال فوق معلقين ما ينزلون. حطوا لها اياه بالغداء وكلنا شربنا ما ندري. انا شويه خابرتني، اجيت لقيت الزباط طالع من الحلقه وعيون خابرتك ايش قالت لك؟ قالت يا هذا انجلط. اي يا ليش انجلط؟ قالت بيه سكر. هذا تقرير لا سكر عنده ولا ضغط. الطب العدلي يقول ما بيش ابد، لا سكر ولا ضغط ولا اي امراض مزمنه. تمام امي. سؤال اخير دكتور، شنو تردون؟ اريد فقط مجلس القضاء الاعلى والدكتور فائق زيدان المحترم، هي اريد هاي املنا يعني. الاخير انه يؤمر باعاده التحقيق بهاي القضيه. زين. اعاده تحقيق، لكن ما نريد التحقيق لا بمركز شرطه حي العامل ولا بمكتب مكافحه اجرام العامل، باي مكان ببغداد او خارج بغداد، احنا نكون مستعدين وممنونين. فقط مجلس ان شاء الله صوتكم يوصل، واذا لكم حق ان شاء الله استاذ حيدر. حق الرد مكفول للجميع وكرر، والعائله هي من تتحمل المسؤوليه القانونيه عن كل هذا الكلام اللي انذكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.